السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة يا رب. اخباركم ايه؟ انا النهارده هعمل لكم اكله جميله جدا وبسيطه ومش مكلفه وفي نفس الوقت حلوه جدا يعني. هعمل لكم بطاطس بطريقه زي القرنبيط كده. بني. البطاطس بني زي اسم ما قالت. هعمل لكم البطاطس دي مسلوقه بس ومتخرطه وهي نيه، طرنشات كده. فالمقادير بتاعتها بسيطة خالص. معانا كوباية دقيق وعليه معلقتين نشا، ومعانا حبة خضرة مشكلة وفصين توم وفلفل أخضر وأحمر حراق أو بارد زي ما انتوا عاوزين وبيضتين. ومعايا بقى التوابل ملح ملح وفلفل وفلفل. وكمون وكزبرة وكركم ورشة جوز الطيب. أيوة ايه شاطرة. تاني؟ و... وقرنفل. ايوه. فزي ما انتوا عاوزين بقى يعني التوابل دي براحتكم يعني زي ما انتوا عايزين. بس فانا هجيب بقى هنا كده الدقيق. هحطها كده، احطه في بوله، دي كوبايه الدقيق وعليهم معلقتين نشا وذره صغيره من البيكنج باودر، مش هنحط الدقيق كله صح؟ يعني نص معلقه صغيره كده. فانا هنا لقيت الدقيق كتير فانا هشط منه شويه لان انا كنت حاطه اكتر من كوبايه يعني، فانا حطيت كوبايه. وهحط عليهم بقى التوابل وهقلبهم بقى كل المواد الجافه دي مع بعض. وعلى فكره انا بعمل اكلات بسيطه طبعا، الاكلات العاديه، مش بعمل حاجه واو يعني ولا بعمل حاجه من الحاجات الكبيره. بس انا هدفي ان انا عايزه اعلم البنات اللي كسلانين اللي زي بنتي كده. ماشي، انا عندي بنتي ياسمين ديت في اولى ثانوي، فانا عايزه ما تذكريش طيب انا في سنة اخليها كام؟ تتعلم زيها زي او زي اي حد. انا اصحابي كلهم هيخشوا يشوفوا الفيديو عشان يتعلموا منين. ايوه، ما احنا بقى عايزين الكل يتعلم. فانا هنا حطيت الميه على الدقيق. فطبعا الميه على حسب ما الدقيق ما بياخد. انا مش عايزه الخلطه تكون سميكه قوي، انا عايزاها تكون برضو وسط يعني، ولا هي خفيفه ولا هي تخينه، عشان لو تخينه هتبقى شاربه زيت كتير. لكن كده بتبقى حلوه يعني. وكمان في نفس الوقت لو هي رقيقه اول ما تيجي تنزلي فيها البطاطس وتحطيها في الزيت فهتبص تلاقي الخلطه دي كلها طلعت من البطاطس. ماشي، فاحنا كده حطينا الدقيق مع التوابل ومع الميه وقلبناهم كويس، وبعد كده حطينا عليهم بيضتين. عليهم خل، معلقة خل لا خلي واحنا بنعمل كده. اسكتي يا ياسمين. ايوه صح. طب اسكتي يا ياسمين. تسمعوش كلامها. فاحنا هنا قلبنا البيض مع التوابل والدقيق، وبعد كده هحط عليهم الخضره زي الخلطه بتاعه القرنبيط بالظبط. بس طبعا خلطه القرنبيط بقى انا هنا مزوده التوابل يعني. فيا ريت اللي بيحط توابل يحط كميات قليله عشان بس يدي طعم الحاجه، تحسي بطعمها. تمام. فهنا بقى حطينا الخضره وحطينا الفلفل وقلبت بقى مع الخلطه كويس. هي دي كده الخلطه بتاعه القرنبيط، وهي دي بقى الخلطه بتاعه البطاطس اللي انا هعملها دلوقتي. فعشان اللي ما بيعرفش يعمل الخلطه بتاعه القرنبيط او البطاطس دي، فدي كده الطريقه بتاعتها بجد هي مظبوطه جدا يعني. مظبوطه، هي كده خدت مني كوبايه ميه مع كوبايه الدقيق. تمام. فانا بقى دلوقتي كده هروح على البوتاجاز. فدي بقى البطاطس، شايفين انا مخرطاها ازاي؟ مخرطاها تبقى رقيقة بس في نفس الوقت مش رقيقة جدا يعني، مش شيبسي، تبقى وسط بين البطاطس الصينية وبين الشيبسي كده. بس فهنزلها بقى كده في الخلطة واحطها. شايفين بقى هنا في الزيت عاملة ازاي؟ ما سابتش منها الخلطة، ما سابتش من البطاطس. دي كده المظبوطة يعني. هي كوباية دي عليها كوباية مية هيبقى حلو قوي. بس فانا بقى كده هعمل الطاسة ديت. على فكرة ديت يعني حوالي نص كيلو بطاطس هيعمل كمية كبيرة. بس الكميه اللي انا هوريها لكم يعني في التقديم دي مش الكميه كلها طبعا، انا دي اول طاسه بس طلعت، لكن الكميه اللي انا عملتها مالت سرفيس كبير. والله يا جماعه على الاخر يعني هتكفي اسره مكونه من 6 افراد. صح يا ياسمين؟ ايوه. كانت حلوه ولا لا؟ ايوه والله كانت طعمها جميل اوي. ايوه كانت جميلة. لا تقولوا بقى بانيه ولا تقولوا بقى حاجه، لا احنا بقى ده البانيه بقى بتاع الغلابه يا جماعه، هو ده البانيه بتاعنا. ده البانيه بتاع الغلابه، حلو قوي. وفي نفس الوقت اكله يعني قضينا بيها يومنا. اديني عماله افكر لكم في افكار اهوت، فيا رب بقى عشان ما تغلبوش. يعني الافكار تعجبكم بقى وكده يعني. ادي بقى البطاطس اهي، شايفين بقى مقرمشه من بره ومن جوه بقى طريه كده ولذيذه وجميله. ده كده اول طاسه طلعت، لكن الكميه اللي انا مطلعاها ملت سرفيس كبير. كبير اوي ما شاء الله.
بس هتقدموها بقى مع سلطة، مع مخلل جنبيها، بتنجان. بتنجان مخلل طبعا، والعيش وكده. فبجد وجبة متكاملة، يا رب تعجبكم. مع السلامة.